المحروسة بث مباشر من قصر السينما. الشاعر سعد عبد الرحمن. أحيي كل المشاركين في البرنامج وكل من ساهم في نجاحه. كلميني عن الأكلات في الطريقة المهدية. في المهدية بالنسبة للأكل أعتمد على التعاون. من يكتب تاريخ ثورة 25 يناير ليس المؤرخ، وإنما من شاركوا في صنع الحدث. ليلة جديدة من ليالي مقهى مصر المحروسة. هذه الليلة أنا سعيد بها جدا لأسباب كتيرة، إني أنا بين قامتين كبار جدا في عالم الصحافة وفي عالم الفن وفي الإنسانية. على يميني الأستاذ والفنان ورائد فن الكاريكاتير الفنان الكبير طوغان. أهلا بك يا أستاذ طوغان. أهلا وسهلا. أنا والله سعيد بيكم جدا، ومفاجأة إن أنا أجي مكانك ولاقي هذا المكان مليان حيوية وحاجة تسعد. الله يخليك. على يساري الكاتب اليساري الكاتب الكبير الأستاذ عبد العال الباقوري، صديقي وأستاذي الأستاذ عبد العال الباقوري. وأنا النهاردة سعيد لأني بين قامتين زي ما قلت، الأستاذ طوغان والأستاذ عبد العال الباقوري. أهلا بك يا أستاذ. أهلا بك، مرحبا أستاذ يوسف. بس للأسف أنت لست بين قامتين، لأنه قامة أحمد طوغان لا تطاولها أي قامة أخرى. أنا لست إلا مجرد تلميذ من تلاميذ الأستاذ أحمد طوغان، سواء في الكتابة أو في الاهتمام بجريدة الجمهورية والاعتزاز بها، أو في عمله الصحفي الممتد، والذي أدعو الله أن يمتد ويستمر عطاؤه بشكل خاص في جريدتي التي أعتز بها وهي الجمهورية، بالرغم من كل الظروف والمعوقات. لما بقول بين قامتين، لأن أنا باخد من الأستاذ طوغان دايما في القامات الكبيرة، دايما بتتعامل مع التلامذة باعتبارهم قامات، بيقعدوا يعني يناقشونا ويقولوا أنت قامة كبيرة، ده أنت أستاذ كبير. وافتكر طبعا الاستاذ نجيب محفوظ، كل ما كنا نقعد مع الاستاذ نجيب محفوظ يقول لي يا استاذ، فاقول له ازاي يا استاذ حضرتك تقول لي يا استاذ؟ يقول لي لا ما انت استاذ. فكالعاده الاستاذ طوغان باعتباره رمز كبير جدا، احنا كده بنسند عليه دايما، وبنحاول نسرق منه شهاده كده ان احنا قامات. بس احنا طبعا جنب الاستاذ طوغان زي ما قال الاستاذ عبد العال، يعني تلامذه في محراب الاستاذ طوغان. استاذ طوغان، اخبارك ايه؟ انا دلوقتي بعمل رسوم معرض عن الريف المصري في الاربعينات. في الاربعينات؟ يعني كانت الحياة في الاربعينات ازاي وكده. فمستغرق فيه الحقيقة يعني. انت نزلت الريف اليومين دول يا استاذ طوغان؟ يعني فين نزلت فين مثلا؟ بلدنا احنا في جنب البدرشين. طب وهي العزيزية. وهي زي الاربعينات؟ لا 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 لا، مختلفة خالص خالص. حتى سحنة الناس مختلفة. حتى شكل الناس مختلف. حتى يعني العلاقات بين الناس وبين بعضها مختلفة خالص يعني. وبعدين انا دلوقتي برسم صورة للغفير. فازاي الغفير واقف في سهران والبلد كلها نايمة. حتى الجمل نايم، حتى الكلاب نايمة، حتى كده وهو سهران. والبيوت ما فيش بيبان، يعني البيبان مفتحة، ما حدش بيقفل الباب ولا يتربس ولا حاجة زي كده. وفي ناس نايمة في جنب البيت وكده. ده صورة الغفير في الاربعينات حضرتك؟ لا، في الاربعينات. يعني كانت الهيبة واخد بالك موجودة، محل احترام الناس وكده. فمن ناحية الامن يعني. وبعدين من ناحية العلاقات الإنسانية بين الناس وبين بعضها، كل ده في الرسوم. هو الغفير النهارده هو اللي صاحي والناس نايمه يا استاذ عبد العال، ولا الغفير اللي نايم؟ الناس احسن نكون الصوره اتقلبت. الغفير ما ترسمش الريف المصري دلوقتي نقدر نقارن. لو رسمت دلوقتي يبقى الغفير نايم والناس بتطلع تعمل مظاهرات. استاذ عبد العال، الغفير زي ما قلنا كده، الغفير دلوقتي نايم والناس بتتظاهر وبتتصايح وبتختلف. والبلطجية والحرامية. البلطجية والحرامية، هو احنا عندنا بلطجية وحرامية في البلد كلها أمان والحمد لله. كل شيء مستجب يعني. ما فيش أكتر من كده غير إنك أنت تخشى على أبنائك إن يخرجوا من البيت بعد المغرب، وتخشى على نفسك من أي حادثة ممكن أو من أي
واحد ماسك ابن غزال في الشارع بدون سبب. يعني كميه الحوادث وانفلات الامن ده في مصر يعني من الفترات النادره في تاريخ مصر. مثل هذه الامور. وانا اسف يعني اذا كنت بدات كلامي بشيء من التحكم في هذا، لانه الامر لم يعد يحتاج الى تحكم، يحتاج الى ريشه الفنان فينا مخزون الغل ده والموجود في الناس وبعضها، والحكم الغائب عن الوجود، ومش عايز اثقل عليك اكتر من كده. طيب عم طغان، علشان انا عارف ان انت وراك موعد، فانا يعني عاوز بس يعني ناخد من حضرتك 10 دقائق كده. احكي لي بقى عن المقارنه. هل هتقدر ترسم يعني المخزون اللي عندك ده من الاربعينات القريه المصريه دلوقتي لما بتروح مش بيحصل فيه الصدمه دي؟ هل ما زلت عايش في الاربعينات ولا بتصطدم بدلوقتي وبترجع تحتمي بالاربعينات؟ والله انا بص، انا عاوز يعني ارجع للاربعينات، اصور الحياه بشكلها الجميل. يعني مثلا العمده ده كان بيجيب المزيكا بتاعت حسب الله دي للقريه عشان تضرب مزيكا للناس. يعني انا مثلا عشت وانا طفل في اسيوط، كان المحافظ عزيز اباظه الشاعر محافظ، وكانت الشرطه دي تطلع يوم الجمعه من المديريه، ما كانش محافظه، تطلع مديريه باللبس المزيكا والالات النحاسيه الشرطه، وتمشي في الشارع الرئيسي في البتاع، والناس واقفه على الجانبين بتسمع المزيكا. وانت رحت اسيوط يا استاذ؟ انا عشت في اسيوط وانا طفل صغير، يعني عندي حوالي 5 سنين ولا 6 سنين كده. فانا بقول لك كنت اطلع علشان اقف في الشارع عشان المزيكا ماشيه، وكانت المزيكا بتمشي، اللي يقدر بقى يتابع هذه المزيكا وشكل المزيكا، شكل العساكر وهو بيلعبوا بالبتاع ده. القائد بتاعهم بيلعب حاجه زي العمود كده وبتاع النحاسيه، الحاجات النحاسيه دي هم لكن القائد بتاعهم بقى لابس الجوانتي الابيض والبتاع الحاجات زي كده، ويلعب حاجه زي العصايه، لا عصايه كده يعني ليها تاج فوق وكده. وكانت الناس بتقف تستنى المزيكا، والمزيكا ماشيه ببطء وبتلعب مزيكا، وبعدين في نهاية الطريق الحديقة العامة يقعدوا يلعبوا مزيكا لغاية الساعة 4 والناس بتتجمع وتسمع يعني. فالعصر كان مختلف خالص يعني. فأنا تربيت في الجو ده، وكانت كنت معايا عيال مختلفة يعني فيها التركي وفي اليوناني. ده في اسيوط ولا في اسيوط. ده في مدينة اسيوط نفسها؟ في مدينة اسيوط نفسها. ومرة رحت بيت الهلالي، شيء خرافي يعني. وبعدين الملك فؤاد جه في اسيوط، فكان في واحد اسمه بسيلي باين ولا ايه، ليه سرايا موجوده لغايه دلوقتي تلاقيها في اسيوط يعني. لا للاسف الشديد، هذه للاسف الشديد. الاستاذ عبد العال من اسيوط، فهو دارس الخريطه كمان. يعني انا سعيد ان انا اسمع من عم طغان ان هو عاش في اسيوط في تلك الفتره التي للاسف الشديد تكاد تنسى. وذكريات وتذكر المدير الامن في ذلك الوقت كانوا بيسموه مدير الامن، ما كانش محافظ. لا اللي كان اللي هو مش كان مدير المديريه. مدير المديريه هو كان الشاعر الكبير عز الله يرحمه. ما اعرفش هل كتب عن اسيوط في هذه المرحله؟ لا ما قدرش يقول، يعني ما قدرش كل اشعاره، لكن لا شك انه هو كتب شيء ما مش ممكن يكون عاش هذه الفتره دون ان يكتب عن اسيوط. اسيوط الان ليست بالصوره التي ذكرتها عم طغان، ما تزال فيها رائحه وعبق الماضي المجيد، بس للاسف الشديد كميه الفيلات التاريخيه ذات الطابع المميز التي كانت تميز جزء من اسيوط في مكان كبير، وكان يملكها كبار ملاك الاراضي في ذلك الوقت. للاسف الشديد تحولت اغلبها الى عمارات وعمارات، وفقدت اسيوط كنزا ثمينا لا يستطيع ان يقدر. خساره. اسيوط الان ازدحمت ازدحاما غير عادي، ولكن لا تزال فيها يعني الجامعه بتاعتها تعتبر
علميا الجامعة ذات دور بارز. إخواننا العرب كمية كبيرة لما درسوا هنا في منذ نشأة هذه الجامعة بنشأها سليمان حسين في عهد الرئيس الزعيم جمال عبد الناصر، اهتم اهتماما شديدا بأن يقدم جامعة رفيعة المستوى، ولذلك قد تكون أفضل جامعة إقليمية جامعة في مصر أسيوط طبعا بعد جامعتي القاهرة وعين شمس والإسكندرية طبعا. أسيوط زي ما ذكرت كانت فيها اليوناني وفيها التركي وفيها ناس كثيرة جدا. كان مدرسة الساحل السليم ومدرسته الثانوية كانت تستقبل أعدادا كثيرة جدا من الإخوة الأفارقة الذين تلقوا تعليمهم حتى الثانوية العامة في ذلك الوقت في هذه المدرسة. وكانت مدرسة مميزة في نشاطها الأدبي والثقافي والرياضي، كانت دائما تطلع في المدارس المتفوقة. ما أعرفش ماذا ألح إلى أي حال يعني آلت أمورها الآن. وأريد مرة من المرات نصطحبك معنا إلى أسيوط لنرى ماذا حل به، ماذا كان هنا وماذا أصاب. سبحان الله. لأننا للأسف الشديد لا توجد لدينا كتب الخطط تقول إن المكان ده كان فيه كذا ولا ما عمل. الخطط التوفيقية خاص بالقاهرة أغلبه، لكن ما فيش المدن اللي هي من الدرجة الثانية مثلا أو المدن التي تل العاصمة والإسكندرية ما فيش أي كتابات عنها بهذا الشكل. أنا شايف أن الأستاذ يسري في هذا المقهى كتاب عن كومومبو طبعا لها دورها في التاريخ، طبعا كتابات عنها سابقة قبل ذلك. لكن على أي حال ننتهز الفرصة دي في الحديث عن أسيوط ونحاول نرتب مرة زيارة لأسيوط. بس أنا خايف لما نروح أسيوط تلاقيها بقت زي البدرشين أربعينات و2013. ما أنا بقى أنا متذكر في أسيوط إن التحطيب يعني لعبة فعلا. أصل الرياضة دي رياضة التحطيب دي، والرجالة بقى اللي بالشنبات واللي دقة في ايدها اللي دقة في ايده وماسك العصاية يعني العصر ده. ما انا برضه ده في الريف اللي هو في الأربعينات يعني إذا اللوحات اللي حضرتك بتعملها مش لوحات الريف في البدرشين لكن لوحات الريف المصري بشكل الريف عام، المصري كما علقة في الذاكرة بشكل عام. طبعا. طيب حضرتك مع مفردات الريف دي انت بتحتمي بالذاكره ولا يعني من الواقع المؤلم اللي اتحولت فيه القريه ولا يعني احكي لي ليه ارتديت للاربعينات يعني؟ لا ما انا بس هل قرف مننا مثلا؟ لا انا بستعيد بس عصر كنا بنقوي المحمل. عملت المحمل وهو طالع رايح الحج والناس ماشيه مع المحمل وكده. يعني دي برضه صوره اتنست يعني واخد بالك. يعني دي حاجات اتنست. انا الحاجات اللي اتنست دي انا بحاول اعيدها بقى. يعني الناس اللي كانت بتسمع ام كلثوم في كل مكان كانت تتسمع ام كلثوم. حتى الناس اللي ما كانش عنده راديو كان بيروح لناس عندها راديو فيستقبل احسن استقبال ويعملوا له الشاي وحاجات زي كده والناس تقعد تسمع ام كلثوم. يعني كون ان الانسان عنده من الوقت ما يسمع فهو وجدانيا بيسرى بنفسه. اللي عنده فرصه يقرا ويسمع وكده، لكن اللي لا بيسمع ولا بيقرا يبقى زي الحيوان. سياسيا بقى الثوره واللي حصل بعد الثوره يا استاذ طغان ما حضرتك ما فكرش برضو تعمل له اي ثوره؟ ما هو حصل عده ثورات. لا 25 يناير 25 يناير الثوره. هي ثوره ولا مش ثوره من وجهه؟ ثوره. شوف لم يسبق في تاريخ الشعب المصري منذ نشأته منذ ايام الفراعنه ثوره كما 25 يناير. اللي بيتصور ان هذه الثوره انتهت او انتكست او ضاعت يبقى مش واخد باله. لان ثوره 25 يناير دي ثوره شعبيه حقيقيه يعني. يعني الناس جات لها من جميع الانحاء وجت. حتى انا كنت في ميدان التحرير تعبت شويه فقعدت على الرصيف فقعدت جنبي واحده ست جايه من طنطا ومعها طفلينها وجايه من طنطا. يعني لا حد جدها تذاكر ولا كان اتوبيسات ولا حاجات من دي خالص. الناس جت الحزب الوطني ولا حاجات من دي خالص. الناس جت. ولذلك اللي مش هياخد باله
الثوره دي اولا كانت حتى الشعارات اللي رفعها بسيطه قوي يعني. ناس عاوزه تاكل وعاوزه تشرب وعاوزه تروح المستشفى وعاوزه تعلم العيال. يعني ما فيش بساطه اكتر من كده. اللي مش واخد باله بقى وانه مش ما عندوش مقدره او متوهم ان الحاجات دي ملهاش قيمه وكده، يبقى مش هينفع. واخد بالك؟ فهو لابد من الالتفات الى مطالب ان الثوره موجوده وكامنه، وممكن تهب فجاه وممكن تقوم فجاه وممكن تقوم بشكل عنيف. هي ما كانتش عنيفه ولا حاجه، سلميه وحاجات زي كده وبتاع. هم اللي هيدفعوها. ما هو اذا قوبلت بالعنف هتتحول الى العنف. دي حاجه طبيعيه يعني. طب لوحات الريشه انا رسمت طبعا حاجات كتيره ونشرت حاجات في الجمهوريه يعني. يعني الجمهوريه ايه بقى لا الجمهوريه دي فقدت اولا الجمهوريه دي بالنسبه لي زي الوطن طبعا، زي مصر يعني. فمصر تعيش في نكسه، الجمهوريه تعيش في نكسه. احنا بنتكلم في 2 مايو 2013. ايه ملامح النكسه دي في الجمهوريه؟ في الجمهوريه اولا اعتبار في اداره موجوده. الاداره دي غير صالحه، اداره فاسده يعني. لان الاداره دي اولا دار التحرير دي مجموعه شركات. الشركه الوحيده اللي كانت بتكسب واللي بتجيب دخل جريده الجمهوريه. اما الشركات الثانيه كلها وبعدين في فساد يعني حقيقي يعني. فهم دلوقتي الجمهوريه تشترك مع الاخرين في الخساره. كل ده نتيجه الاداره السيئه. الاداره دي متصوره ان التحرير دي دار نشر اولا. يعني الناس بتشتري الحاجه عشان تقراها، تدفع فيها فلوس عشان تقراها. فالاولويه في الاحترام والتقدير للناس اللي بتكتب. هم متصورين ان الناس اللي بتكتب دي موجودين عشان خدمه الاداره. فبتوع الاداره متضخمين وحاجه قبها وبيصرفوا وبيوزخ وفي حاجات يعني جرائم، بس الواحد ما يقدرش يتكلم فيها لان لازم اجيب ادله. لكن انا عندي مره جواب طلع من الجهاز المركزي للمحاسبات بينبه الاداره الى التجاوزات الخطيره اللي بتتعمل. زي ايه التجاوزات؟ زي مثلا شراء ورق 3 مرات. الكميه نفسها ودفع فيها 3 مرات كمان. زي مثلا توزيع مثلا 6 مليون جنيه على الاداره، على مجلس الاداره وحاجات زي كده في الارباح. حاجات كده يعني. المؤسسه بتخسر. والمؤسسه ما هو في الناس ما في ناس وصلت الامور الى حد ان في ناس من الكبار بقى، من كبار الكتاب اللي هم معتمد عليهم الجريده، دول بقى مهمشين الى درجه قصوى ومرتباتهم ما قبضوهاش مثلا 5 6 اشهر. ده زي مين يا استاذ طغان الكتاب الكبار اللي كلهم 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 اسماء علشان بس نقول للناس. انا واحد من ضمن الناس. انا المرتبي مش مرتب، انا مش مرتب. طبعا انا شوف بقى، انا طلعت من الجمهوريه دي اقل من الحد الادنى بكثير يعني. انا اولا تعينت في الجمهوريه دي سنه كام؟ 53. كان مرتبي 75 جنيه. يعني لو انت دي ضربت دول في 1000 الجنيه في 1000 يبقى لازم اخد 75,000 من غير العلاوات ولا حاجه زي كده. لا ده انا باخد 3000 جنيه دلوقتي كده يعني، ومكتوب للاستعانه يعني. وبعدين لا ورقه ولا حاجه ولا محتاج يعني. هو مثلا ممكن يمشيني في اي وقت هو يعجبه يعني. مش عاوز استعين يعني. وبعدين بصيت لقيت نفسي انا ازاي انا اعيش مع الناس دي؟ كيف يمكن ان انا ادي الناس دي ما يمكن ان انا اعطيه؟ فقررت ان انا بنفسي خلاص بقى. خلاص رحت سايبهم يعني. مش ما عنديش احساس ان دول هينجحوا. بعد كم سنه لم تنقطع فيها عنك؟ بعد 50 سنه. بعد 50 سنه انا اشتركت فيها. اولا انا الوحيد الباقي من المؤسسين. هذا هو الوحيد الباقي من المؤسسين يعني. قبل ما تطلع بحوالي 6 7 اشهر. وعملت لها حاجات يعني. عملت للجمهوريه يعني مثلا خليت الناس تعرف الجزائر دي ايام الثوره. خلينا الجزائر دي عن طريق الجمهوريه. ما حدش كان يعرف الجزائر دي خالص. عملت عن اليمن دي حاجات كده. عملت عن الفلسطينيين. طب بسرعه كده الجزائر بقى بسرعه. الجزائر دي دخلت انت الجزائر انا رحت الكبير يوسف اديس اظن. لا انا دخلت لوحدي. انت دخلت قبل يوسف. انا دخلت قبل يوسف. انا رحت الجزائر
الجزائر واشتركت مع الجزائريين في المعارك بتاعتهم وحاجات زي كده، ورجعت كتبت التجربه في الجمهوريه، ما كانش حد يعرف خالص. انت اصبت هناك في الجزائر؟ لا ما اصبتش. لا اللي انا عاوز اقول لك ان بعد نشر الحاجات في الجمهوريه والناس بدات تتكلم عن الجزائر، فرنسا عملت بتاع مجموعه من الصحفيين، ومن هنا راح فيهم ناس كده عشان يردوا على المقالات. والحمد لله انتصرت ثوره الجزائر، وكنت انا في الوحيد المصري المعزوم في في اعلان استقلال الجزائر. وكان معايا جيفارا، وكان معايا ناس من امريكا اللاتينيه وحاجات زي كده. بالذات شفنا مسخره اكتر من كده. يعني الاستاذ طوغان اللي كان مع جيفارا مش بيمثل الصحافه المصريه، لكن بيمثل مصر، رمز من رموز الجمهوريه، يتم استبعاده بهذا الشكل او هو يستبعدنا بهذا الشكل بعد ان يعني. لا اصل اوريك التدني اللي حصل للمجتمع المصري. التدني اللي حصل للمجتمع المصري، اولا المصري دي انتبه اليها اكتر. هي طبعا مطلوب انها تبقى متكسحه، ومطلوب انها ما تقومش، واخد بالك، لان دي امكانيه المصريين خرافيه. يعني انا كنت في كندا 28 جامعه يرأسها مصريين في كندا، فامكانيه المصري ده خرافيه يعني. فهم تبينوا الخرافه مصر دي في 73 في حرب 73. ازاي؟ ده حاجه فوق التصور. ان اليهود مؤيدين من العالم كله، انه عاملين استعدادات جميع الاسلحه اللي عاوزينها واخدينها، ان هم عاملين خط بارلييف ده كانوا يستخدموا الخبراء من جميع انحاء العالم عشان يقووا الخط ويدعموه، وكانت الدبابات تطلع بالاسانسير من تحت من كده، وان هم كانت المخازن بتاعت الاسلحه في حلف الاطلنطي وفي المانيا والحاجات زي كده موجوده في خدمه اليهود، ان تقوم العساكر المصريين بالأفف واخد بالك، يقوموا يعملوا البتاع دي. ده خرافه. ده العسكري المصري لما شافوه بالشكل ده يعني هم اعترفوا بيه. مفاجاه الحرب دي في العسكري. كون ان الناس دي، وكون ان يلتقي جيش عشان يحارب ومحدش يعرف خالص السر من العساكر والظباط دي وحاجات ازاي، وان السلاح محدود، يعني ازاي يعني. خبير الشؤون العربيه الاستاذ عبد العال بقى، انت تسال عم طوغان على تجربته بقى في الجزائر واليمن زي ما انت عايز يعني. لا انا يعني بسال اعمالك اللي عملتها عن الجزائر وكتاباتك، ألم تجمعها في كتاب؟ انا اذكر اول كتاب كاريكاتير كان مجمع، كان كتاب في 56 أو 57 كنت انت وزهدي رحمه الله. لا ده ليا انا بس. لا التالي ليك في 57، لكن لا 56 فيما اذكر عن دار الفكر يمكن كان حاجه مجمعه حول العدوان الثلاثي. يمكن فيها كل اساس الكاريكاتير. يمكن الوقت اذكر منهم جيدا الاستاذ احمد طوغان، عبد السلام عبد الله الله يرحمه، زهدي عدوي. يمكن بقى هؤلاء اذكرهم جيدا وكنت بحتفظ بيه، وأرجو أن لا يكون أحد قصته عليه. أنا ما شفتوش ده بصراحة من مكتبتي. بس ده بيطرح سؤال يا أستاذ طوغان. أنت بتتكلم عن الفلاح المصري في الأربعينات وهتعمل معرض. لا أنا عايز أسأل هنا سؤال، أين الأعمال الكاملة للأستاذ أحمد طوغان؟ مش بوجه السؤال ده ليك، أنا بوجه السؤال ده، أنا أعتقد إنك أنت محتفظ بأصول أعمالك وتقدر تجمعها في فترة، إنما بوجه هذا السؤال إلى الهيئات الثقافية المعنية بمثل هذا الأمر. أستاذ طوغان ده تاريخ، مدرسة في الكاريكاتير، أستاذ في يعني تعليم وتربية أجيال من رسامي الكاريكاتير ومن الصحفيين. الاستاذ طوغان يعني ليس مجرد كاريكاتيريست، والكاريكاتيريست ده شيء عظيم جدا جدا. لا ده مثقف وسياسي وكاتب، مثقف وسياسي، واتضح هذا من المقالات اللي نشرها الان في ملحق الاهرام في يوم الجمعه. وانا كم يعز علي وانا اقرا كل جمعه اين هذا من جريدتي. يعني كنت اتمنى ان ينشر هذا الكلام بقلم الاستاذ احمد طوغان الذي
يعني الاطول عمرا ربنا يطول عمره في والأطول قامة والأطول في جريدة الجمهورية بدأها في فترة الإعداد. كنت مع حسين فهمي لما بدأ الإعداد ولا كان؟ لا كنت مع كان سامي داوود الله. لا أول واحد كان طه حسين. أول واحد كان طه حسين، وكان هو طه حسين رئيس تحرير والمدير أنور السادات. يعني أنت اشتغلت مع طه حسين وأنور السادات؟ هل إلى هذه الفترة يرجع حبك، لأنه دي في نقطة خلافية بيني وبين أستاذي، حبك لأنور السادات؟ حبك لأنور السادات. لا أنا أنور السادات أيدت كام ديفيد؟ لا أنا أنور السادات أنا عرفته قبل الثورة بكتير. يعني أنا كنا بنقعد ونتقابل على القهوة وحاجات زي كده، وبعدين أنور السادات اختفى، وبعدين ندور عليه مش لاقيينه، وبعدين فجأة لقيناه بيذيع بيان الثورة. أنور السادات كان أولا عرفته وهو مرفوض وهو مش لاقي وتعبان يعني. ما تحكي لنا التفاصيل عنه. لا ده عاوزه قاعده، انا عاوزه هنقعد قاعده انا اكلمك في انور السادات يعني. انور السادات ده شخصيه عبرت على مصر، ولن لا يعني اتصور ان ممكن يتكرر مثل هذه الشخصيه. ده عمل حرب، بقول لك اكتوبر ده خطيره جدا. شو عملها الجيش الشعب المصري. بص طب ما هو الجيش، شوف الجيش المصري موجود في 67 اتنكس. معلش ده مش 67. لا يعني عاوز اقول لك بس استنى بس هقول لك. يعني انا عاوز العبره بالقياده. لو القياده هي السبب الرئيسي. لا القياده هي السبب الرئيسي. بس استنى دقيقه واحده بس. ان اولا يعني اقول لك ايه، بس اقول لك يعني في حاجات اتعملت تستغرب. يعني مثلا الحرب قامت الساعه 2. مفيش حرب قامت ابدا في التاريخ الساعه 2. ليه بقى الساعه 2؟ لان الساعه 2 الشمس في ظهر المصريين وفي وش اليهود، فاليهود ما شافوش حتى الحركات. لا هو في عبقريه الجند المصري. يعني عبقريه حاجه صغيره. بقول لك الجند المصري انك انت تجيب الجند المصري ده وتدي له الثقه بالنفس وتقول له دي ارضك. لا معلش انا يعني بس عايز اختم كده الخلاف في هذا النقطه بحاجه ايضا. لا يستطيع احد منصف ان يغمض حق انور السادات في اتخاذ قرار الحرب في 73. اما تقييم قرار السادات يعني شخصيه السادات ودوره وسياسته وما عمله، فهذه مساله متروكه للتاريخ. برضه شوف انا اقول لك حاجه. التاريخ انا هقول لك، انا اقول لك حاجه. انا بعد الحرب انت عارف انا ماليش دعوه، انا مش عاوز حاجه. انا بعد الحرب هو قال لي ايه؟ قال لي الناس بتقول ايه؟ قلت له الناس بتقول ان احنا كان لازم نستمر. ده احنا قهرناهم، احنا نستمر. قال لي شوف يا طوال، اولا امريكا دخلت وانا ما اقدرش احارب امريكا ودي حصافه. وقال لي انا لو جت طياره خرقت الصوت فوق باب الشعريه، كل باب الشعريه ده يقع. انا ما عنديش مستشفيات، انا ما عنديش حاجه خالص. فانا الحصافه وتقدير الموقف وتنبؤه. انا رحت مؤتمر مينا هاوس وترفع العلم الفلسطيني. لم يرفع العلم. لا انا حضرت، انا بقول لك حاجه. لم يرفع يا سيدي استنى دقيقه واحده بس. ارجوك معلش انت تصدقني انا بقى. انا صدقك على صدقني لان انا رحت المؤتمر. انا رحت المؤتمر لانه رئيس الوفد الاسرائيلي لما شاف العلم قال اذا رفع هذا العلم فلن ندخل قاعه المفاوضات. طيب انا حضرت. فرفع العلم مباشره. طيب لدرجه انه السيد عصمت عبد المجيد وامين العام للجامعه العربيه ووزير الخارجيه في ذلك الوقت لما جاء عند هذه الصفحه تخطاها حتى لا يقول الذي حدث بالضبط. طب بصرف شوف بقى، بص هقول لك حاجه. انا شفت العلم الفلسطيني مرفوع، كون انه اتشال قبل الدخول قبل بدء المفاوضات. ده انا حضرت قبل بدء لكن بن يسار اصر على ان يتشال العلم الفلسطيني والا لن يدخل. طب تسمح لي انا رحت انا وواحد اسمه كرم شلبي، ما اعرفش تعرفوه ولا لا. انا رحت انا وكرم شلبي وقعدنا في الجنينه بتاعه مينا هاوس وشفنا العلم الفلسطيني مرفوع. واخد بالك؟ كون ان هو بعد كده اتشال ماليش دعوه. لكن هقول لك حاجه. اولا كان في مباحثات، هقول لك حاجه، كان في مباحثات عقب حرب هزموا فيها. يعني انت قاعد وانت موقفك قوي وسليم، بدليل ان هم اجبروا على الخروج من سيناء. هم عمرهم او اليهود ما بيخرجوش من حته.
يعني وما يخرجوش من المهم. هذه نقطة المهم بقى نقاشية وخلافية. طب على كل حال انا كاتب، سعيد بيه. انا بقى كاتب الاسبوع اللي جاي، كاتب الاسبوع الجاي على انور السادات أهلا وسهلا. بس، وانا علاقتي بيه. وبعدين بقول لك انا شفته في الفقر، اكتب علاقتك وشفته في الضائقه، لا. وشفته في ومثقف واديب وكل حاجه يعني. الجوانب الشخصية، الجوانب الشخصية لأنها مهمة جدا طبعا في تقييم أي قائد سياسي. احنا اعتدنا في الكتابات السياسية أن نقف عند القائد السياسي الشكل الظاهري والشكل الظاهري، لكن اللمسات الإنسانية في تعاملاته اليومية مع البشر ومع أصدقائه، هل قعد على قهوة ولا ما قعدش على قهوة، فيه رحيق الريف المصري وطبعه ولا لا، دي أشياء مهمة جدا. ده تعرف هقول لك حاجه، السادات ده كان يصادق الناس. يعني مره مثلا راح الاسماعيليه عشان كان في واحد بيقعد معاه على القهوه غلبان، فراح يدور عليه وعاوز يشوفه. السادات ده حكى لي ان هو كان وهو هربان كان بيشتغل عتال، مش عتال، يا ريت عتال، ده عتال ده في لما ترقى ده كان بيشتغل بيشيل الحجاره، المراكب كانت بتجيب الحجاره من اسوان عشان يرصفوا الطريق ما بين اسوان والقاهره عند البدرشين ولا حته كده. فهو كان وظيفته انه بيشيل الحجاره من المركب ويحطها في الطريق يعني، واخد بالك. وكان بيبات عند الغفير اللي هو عنده العدد بتاعه الحفر والحاجات زي كده، وان هو كان بينام، كان لابس جلابيه واحده وفي عز الشتاء في الخص بتاع الغفير ده، والخص ده بوس وتنزل المطر وهو نايم. يعني عانى معاناه الشعب المصري، ولذلك الشعب هو آمن بمصر لا يمكن هتنهزم، لا يمكن وانا مؤمن بان مصر لا يمكن هتنهزم، وان الثوره اللي اتعملت دي هي مقدمه ميلاد صدر مصر، وان الظروف المحيطه بها الان هي زي ما بيقول لك اشد ساعات اليوم سوادا التي تسبق الفجر. هي دي الساعات لان مصر دي هتستعيد نفسها، لان الناس هتحترمها، الناس زي ما احترمتها في 25 يناير وذهلت، وده قال ده احنا نربي ولادنا زي المصريين. مش حصل كده؟ هو كان مؤمن بالشعب المصري ده، ومؤمن بان احنا هننتصر، واستطاع فعلا ان هو يحقق انتصار. يعني انا اشكرك على انك انت لا ترى الا الجوانب السلبيه في الرئيس السادات رحمه الله. ما فيش والله ما الاقي سلبيه خالص، والله ما الاقي سلبيه ان هو مثلا حبس ناس، حبس ناس يعني لا، والاتفاقيه اللي هو بعد مصر، والاتفاقيه اصل اخره الحرب قاعده يا جماعه، اخره الحرب قاعده. طب واخره الارض ايه؟ الارض ايه؟ سرقه الارض دي ايه يا عم طه؟ فين سرقه الارض؟ فلسطين دي، ارض فلسطين دي اللي اتسرقت اخرتها. طب ده هم ده الفلسطينيين مسؤولين عنها. لا ومصر دورها انا مصر دورها. شوف هقول لك حاجه، السادات قتل حتى توقف المسيره. قتل عشان مصر تتكسح، ومصر دلوقتي متكسح. هو قتل، لازم يقتل. لا للاسف ده هو بيعيد بناء الجيش المصري. وضع بذور الكساح. شوف يا استاذي، بص انا هقول لك حاجه، اصل في حاجات، بص انا عاوز اقول لك حاجه. انا اول ما شفت السادات ده لبس البدله الالماني، هو كان جاب ضباط المان على اساس تكوين الجيش المصري، قال ده سليمان الفرنساوي الاجنبي عمل الجيش المصري، انا هعمل الجيش المصري، وجاب الضباط الالمان ولبس بدله الالماني. ده امتى؟ سنه كام ده؟ قبل ما يموت مات بيها. مات بالبدله الالماني. اول ما شفته بالبدله الالماني قلت ده هيموت على طول، لانه جاء استعان بالظباط. خلاص ده انت بتنحي ونحي بقى تاني خالص. وانا توقعت، وهو شخصيا كان عاوز يموت بقى. انا عايز ارجع للنقطه. طب انت ما رسمتوش يا عم طغاة ابدا بالنواحي الانسانيه، يعني كما يرى الفنان، انت رايت اللي احنا ما لا شفناهوش احنا. انت شفته انسانيا طبعا عشت معاه، والاعماق دي ما طلعتش في لوحات ليك ما عملتلوش ولا لوحات. شوف انا هو جه قال لي يا طغان انت عاوز حاجه؟ قلت له انا مش عاوز حاجه. انا لمعلوماتك بقى، انا رشحت مره بعد عبد المنعم الصاوي رئيس مجلس اداره الجمهوريه. الراجل اسمه ايه ده، ممدوح سالم، كان ضابط مباحث في اسكندريه،
وكان الراجل محسن محمد بيشتغل محضر في اسكندريه، وكان مرشد مين؟ لممدوح محسن سالم. محمد. اه الكاتب محسن محمد؟ ايوه، كان محضر في اسكندريه، مرشد لممدوح سالم لما كان ضابط مباحث في اسكندريه. لكن اهو بقى صحفي وكلام من ده وبتاع، وتشاء الظروف ان ده يبقى رئيس مجلس اداره البتاعه دي الجمهوريه. مش رئيس مجلس، كان كان رئيس مجلس الاداره، وبعدين رئيس التحرير، كان رئيس التحرير. وبعدين الراجل اسمه ايه ده، عبد المنعم الصاوي، قرر ان هم عاوزينه ياخدوه في المجلس. وزير اعلام. لا، ما كانش وزير اعلام، كان وكيل مجلس الشعب. وانا قلت له يا عبد المنعم بيه بلاش، ده ايه وكيل مجلس الشعب، بعدين هيعملوك وزير، بعدين هيرفدوه. انما انت هنا اديب وليك قلم والناس بتقراك، هو ده ثروتك، فانت ما تخرجش. المهم لانه هو كان موظف، فحكايه وزير دي لا، المهم ساب البتاع، وهو بيسيب البتاع بقى، وهم قاعدين الثلاثه، انور السادات واسمه ايه ده، وممدوح سالم وعبد المنعم الصاوي، عشان يشوفوا مين اللي هيجي. فعبد المنعم الصاوي قال انا طوان، واخد بالك؟ فالراجل ممدوح سالم عاوز محسن، فقال ايه، بس اصل طوان قريب حمروش، انا ولا قريب حمروش كان عضو منتدب، انا ولا قريب حمروش حاجه ولا محتاجه، بالعكس عبد الحميد حمروش، بالعكس عبد الحميد حمروش ده اضرني وسرقني. المهم فممدوح فالسادات قال له هو طوان قريب حمروش؟ قال له يا فندم بيقولوا كده. ففاتت وانا انتهيت. طب والسادات ده عارفك؟ ده عارف، هو عارفني، عارف كويس قوي، بس سأل السؤال، قال له بقى السادات هو مش عرف بقى. فعبد المنعم الصاوي قال لي الحكايه دي بعد ما طلع من الجمهوريه بكتير، بعد ما اتشال من الوزاره حتى. قلت له يا عبد المنعم بيه دي قصه غريبه خالص، وعلى كل حال انا ما كنتش هقبل، لان انا ما اتخلقتش عشان ابقى رئيس مجلس اداره، انا اتخلقت عشان ارسم بس. انا كل املي ان انا اخد الفرصه ارسم بس وخلاص بس. فعاوز اقول لك يعني حصل كده يعني. مش فاكر انا قلت لك كده ليه القصه دي ليه. لا مش مهم، احنا مهم ان احنا على القهوه. المهم انا عندي ميعاد. انت دلوقتي عندك ميعاد، بس احنا دلوقتي الاستاذ عبد العال طرح سؤال مهم، وانا هكلبش فيه، وهو المؤسسات الثقافيه كيف لا تجمع ولا تحتفي بالاستاذ طوان. مجله مصر المحروسه اسمح لنا نقعد معاك، نعمل معاك حوار مطول لقصه حياتك كلها، بهذا الثراء ونسجله، واخد بال حضرتك؟ دي نمره واحد، ويبقى نازل حلقات على الانترنت. النمره الثانيه كل تراثك من رسوم الكاريكاتير وغيره احنا مستعدين نصوره برضه ونعمله فيديوهات تجمع هذه الرسوم. هل عندك مانع؟ انا بالعكس، انا احييك، وانا لسه بقول لعبد العال انا معجب بيك ومعجب بنضالك ومعجب باصرارك والله العظيم، ولا تحت امرك في اي حاجه انت عاوزها. طيب نبدا امتى عشان نسجل الكلام ده؟ احنا قلنا الساعه 1 اهو، يوم الخميس الجاي. يوم الخميس الجاي. لا بالعكس، ده شرط اساس. لا ما هو بص، ده شرط اساس. انا وانت هنقعد نحاور على الطوان. ايه رايك؟ شرط اساسي عشان نكفوا، ما انا هنكف انا لوحدي بس. وتقول فنجتمع يوم الخميس باذن الله، اول حلقاتنا اللي جايه. الخميس او الاربع؟ لا الخميس. لا خميس خلاص، لان انا الاربع انت مشغول. خلاص الخميس. ونعتبر ان كل خميس لينا ميعاد. ايه راي حضرتك؟ ونقعد نسجل مع حضرتك بقى ايه تاريخك كله من الاول لحد هذه اللحظه. تحت امرك. جيب لنا رسوم كده، جيب لنا رسوم ونعرضها وسط الكلام وكده. ايه رايك؟ اجيب رسوم والله. شكرا. ولو اضطرينا نيجي نصور عند حضرتك في البيت. ما هو انت بقى لو جيت بقى انا عندي الرسوم، اصل الرسوم لوحات كبيره كده. ما انا لو جيت بقى افرجكم بقى الرسوم اللوحات. طيب لا احنا في جلسه هنيجي عشان نصور المكتب ونصور البتاع ده جزء، لكن الحاجات التانية دي لازم تتصور تتعمل لها سكان. انا بص، انا دلوقتي وزاره الثقافه كانت قالت لي احنا عاوزين الرسوم، نعمل مجموعه رسومك وكده.
فانا بشتغل في مجموعه رسوم من 53 كويس. السياسيه من 53 لغايه دلوقتي. حلو واخد بالك، وديت له خلصتهم. موجود على سيديهات ولا لا؟ ده ورق مطبوع. طيب في نسخ منها عندك؟ والله اجيب لك نسخ بحيث ان احنا نعمل لها سكان برضه تتعمل لها بحيث نعملها وكل كاريكاتير عملت تحتيه 5 6 اسطر. كويس قوي 5 6 اسطر ان ده الصوره دي بتاعت يوم كذا الساعه كذا كده، زي اللوحات اللي موجوده في تزدان بها جدران الجمهوريه. وانا لما بدخل جدران الجمهوريه بلاقي عم طوغان على كل جدران الجمهوريه بلوحاته والكاريكاتيرات وتاريخ، يعني حاجات عن ثوره الجزائر وحاجات عن كذا وعن كذا. انا بشعر بفخر شديد جدا ان انا قاعد النهارده مع عم طوغان. ربنا يكرمك. وعلى يسار الاستاذ عبد العالي. ربنا يبارك فيك. انا مش هقدر بس اعطل عم طوغان اكتر من كده. الله يخليك. مع الوعد خلاص الخميس الجاي باذن الله. باذن الله. شكرا لكم، والى اللقاء في حلقه جديده من مقهى مصر المحروسه.